سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. تحية لكم وفيما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية استهلها بأبرز العناوين. خدمات الحجر البيطري والزراعي بتسني تضبط منتجات زراعية مهربة. جهود بناءة لمكافحة الملاريا في القاشبركة. أفراد القيادة الغربية وشرطة إقليم القاشبركة يتبرعون بالدم. أمريكا وإيران تعلنان اتفاقا لوقف الحرب فورا على كل الجبهات. صواريخ آل السلام، الصين ترد على تحذير أسترالي. لافروف مخاطبا الاتحاد الأوروبي، موسكو لا تخضع للغة التهديد. السلام عليكم ورحمة الله. أكد مكتب خدمات الحجر الزراعي والبيطري في مديرية تسني مواصلة جهوده الرقابية للحد من دخول المنتجات الزراعية بطرق غير قانونية. وأوضح مدير المكتب السيد زرسناي صقاي أن الجهات المختصة تمكنت في 13 من يونيو من ضبط شحنة من المنتجات الزراعية كانت في طريقها إلى دخول البلاد بصورة غير قانونية. وأضاف أن المضبوطات شملت أنواعا مختلفة من الخضروات والفواكه إلى جانب البيض والشتلات الزراعية، وقد تم حرقها بحضور الجهات الحكومية المعنية. ودعا السيد صقاي التجار والمواطنين إلى الامتناع عن التعامل مع المنتجات الزراعية المهربة لما قد تسببه من مخاطر صحية وأضرار اقتصادية واجتماعية، مؤكدا أهمية الالتزام بالأنظمة والإجراءات المعمول بها لحماية القطاع الزراعي والثروة الحيوانية في البلاد. وأشار إلى أن وزارة الزراعة كانت قد أوقفت بموجب قرار صدر عام 2005 استيراد الكتاكيت والبيض من الخارج على خلفية انتشار مرض إنفلونزا الطيور عالميا، لافتا إلى استمرار الجهود المكثفة لمنع أي محاولات لإدخال هذه المنتجات بطرق غير مشروعة. وفي ختام تصريحه شدد مدير المكتب السيد زرسناي على أن دخول المنتجات الزراعية إلى البلاد يقتصر فقط على الشحنات التي تستوفي الشروط القانونية والفنية وتحصل على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة. أعلن مكتب الصحة بإقليم القاشبركة في اجتماع عقده في مديرية هيكوتا إن الجهود المبذولة لمكافحة الملاريا في الإقليم تحقق نتائج مرضية. وأوضح الاجتماع الذي شاركت فيه إدارات 12 ضاحية والأعيان وممثلي الوزارات وإدارة الإقليم بأن معدل الإصابة يتناقص بفضل جهود الوقاية والمكافحة، إلا أن الإهمال وسوء استخدام الناموسيات في بعض المناطق يعرقل الجهود. وقال مسؤول قسم مكافحة الملاريا بالإنابة في مكتب الصحة بإقليم القاشبركة السيد أمانييل محرتاب إن مرض الملاريا من أخطر الأمراض إذا لم يتم الوقاية منه وعلاجه بشكل صحيح، داعيا لتنفيذ الجاد لأساليب المكافحة للحيلولة دون انتشاره مع حلول موسم الأمطار. من جانبه أوضح مسؤول الصحة في الإقليم الدكتور ولد يوهنس بأن الإجراءات التي يتم اتخاذها تحقق أفضل النتائج في السيطرة على الأمراض بشكل عام ومرض الملاريا بشكل خاص، داعيا المجتمع لاتباع التعليمات التي يقدمها المتخصصون في الرعاية الصحية للحصول على نتائج أكثر فاعلية. ودعا المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية السيد فرانكو كوبابا المجتمع والشركاء للعمل بجد للحفاظ على التقدم المحرز في مكافحة مرض الملاريا. وفي الختام ذكر المشاركون بضرورة تنظيم دورات تدريبية لرفع مستوى معرفة ممثلي الصحة في القرى والمسعفين. أعلن فرع الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم القاشبركة في الاجتماع الذي عقده يومي 11 و12 من يونيو في بارنتو مواصلة برامجه لتقوية التنظيم وتمكين المرأة في جميع الجوانب. وأوضحت مسؤولة الفرع السيدة يحدق يوهنس إن الفرع يعمل بجدية للقضاء على العادات الضارة والأمية بشكل عام وعلى زواج القاصرات وختان الإناث بشكل خاص، إلى جانب الجهود المبذولة لتحسين الحياة المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة والأسر التي تعيلها المرأة.
وقدمت مسؤولات الاتحاد في المديريات تقارير تضمنت نقاط القوة والضعف، موضحات بأن الاتحاد يساهم في جهود المرأة للتنظيم وتأمين مصادر دخلهن الاقتصادي، مما أدى إلى تغييرات إيجابية في مختلف المناطق وانخفاض ظواهر العادات الضارة. وأشرنا إلى ارتفاع استفادة المرأة من خدمات الصحة والتعليم والقدرات المهنية. وذكرت مسؤولة الفرع السيدة حدقة يوهنس على العمل لتعزيز القدرة الاقتصادية للعضوات وزيادة إيرادات الاتحاد، داعية المرأة إلى ضرورة الحفاظ على نقاط قوتهن والعمل بجد لتحقيق نتائج أفضل. شارك أفراد القيادة الغربية لقوات الدفاع وعناصر شرطة إقليم القاشبركة في حملة للتبرع بالدم نظمت في 13 من يونيو بمستشفى بارنتو بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم الموافق ل14 من يونيو. وأوضح مسؤول وحدة الخدمات العلاجية بفرع الصحة في إقليم القاشبركة الممرض تسفى متولي إن الحملة تهدف إلى تعزيز مخزون بنك الدم والمساهمة في إنقاذ حياة المرضى والمحتاجين إلى نقل الدم. وأشار إلى أن حملات التوعية المتواصلة أسهمت في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم، حتى أصبح ثقافة راسخة بين موظفي المؤسسات الحكومية والطلاب والمواطنين وأفراد قوات الدفاع والشرطة، الأمر الذي ساعد على التخفيف من النقص الذي كانت تواجهه المؤسسات الصحية في توفير الدم. وفي ختام تصريحه دعا الممرض تسفى متولدي الممولين والمؤسسات الحكومية إلى تعزيز مساهماتهم ودعمهم للبرامج الصحية والإنسانية، بما يسهم في تقوية المخزون الاستراتيجي من الدم وخدمة المجتمع على نحو أفضل. اندلع حريق في حوالي 30 هكتار من الأراضي الزراعية في منطقة أفيمبول على نهر بركة بين مديريتي دقة وكركبة إلى الجنوب من سد كركبة. وأفادت مؤسسة الغلال والمواشي فرع مزارع الشمال الغربي إن الحريق دمر 750 من أشجار الدوم ونحو 370 شجرة عوبل وعدد كبير من الأشجار الأخرى. وقد تمت السيطرة على الحريق بفضل تعاون أعضاء مشروع أفيمبول الزراعي وإدارة الضاحية والشعب. وقد تمت الإشارة إلى أن سبب حريق الغابات قد يكون عدم إطفاء النار التي يوقدها الرعاة للاستخدام في الحياة المعيشية اليومية. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، مبينا أن التوقيع سيتم يوم الجمعة المقبل في سويسرا. كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إتمام الاتفاق، معلنا رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، في حين أكدت طهران بدورها أن نص الاتفاق أصبح نهائيا. وبحسب ما أعلنه رئيس الوزراء الباكستاني فإن الجانبين يعلنان الوقف الفوري والدائم للعمليات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وأوضح أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع. من جانبه قال الرئيس الأمريكي ترامب إن الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية اكتمل، مضيفا أنه يصرح بموجب ذلك بفتح مضيق هرمز لمرور السفن دون رسوم وبالرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي بالتزامن مع فتح المضيق. وسرعان ما انخفضت أسعار النفط في الأسواق العالمية عقب هذا الإعلان، إذ هبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 4% لتصل إلى نحو 84 دولارا للبرميل. أعلنت الصين أن تعزيز جيشها عسكريا يفيد السلام العالمي، منتقدة تقريرا صادرا عن مركز أبحاث أسترالي حذر من تزايد خطر توجيه ضربة مباشرة من بكين إلى أستراليا. كما أدانت بكين الخطأ الاستراتيجي الجسيم الوارد في التقرير، مؤكدة التزامها بمسار التنمية السلمية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي إن نمو القوى العسكرية الصينية يمثل زيادة في قوى السلام العالمي. كما أكد المتحدث الصيني أن الهدف من تطوير بلاده لقوتها العسكرية هو حماية سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية،
ولا يستهدف أي دولة بعينها. تأتي هذه التصريحات ردا على تقرير صادر عن معهد لوي جاء فيه أن الصين قادرة على توجيه ضربة صاروخية مباشرة إلى أستراليا، وأن خطر هذه الخطوة يتزايد مع قيام بكين بتجميع أسلحة بعيدة المدى وأسلحة فرد صوتية وبناء جزر في بحر جنوب الصين. وجه سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي تحذيرا للاتحاد الأوروبي بشأن لغة التهديد والإنذارات النهائية التي يستخدمها الاتحاد ضد موسكو، وأكد أن موسكو لا تشاطر الغرب تقييماته بشأن مواقف أطراف النزاع في أوكرانيا، وتعتبر مثل هذه الحسابات واهمة. في الوقت ذاته نفى لافروف تقديم وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا أي مقترحات جديدة خلال اجتماعهم في وزارة الخارجية الروسية. وشدد وزير الخارجية الروسي أن موسكو ملتزمة بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقا مع الرئيس الأمريكي وتتوقع تنفيذها على أرض الواقع، مشيرا إلى زيارة قريبة لويتكوف وكوشنر إلى روسيا في المستقبل القريب. قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه سيحظر مواقع التواصل الاجتماعي على من تقل أعمارهم عن 16 عاما، وسيفرض قيودا على منصات الألعاب والبث المباشر. وذكر ستارمر إنه سيدخل تغييرات جذرية على اللوائح الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي لحماية القُصّر بشكل أفضل خلال استخدامهم للإنترنت. وشددت بريطانيا بشكل متزايد من نهجها تجاه شركات التكنولوجيا في السنوات القليلة الماضية، وحثتها أو أجبرتها على فرض تدابير للتحقق من العمر وضبط الخوارزميات، بل وأيضا منع القُصّر في الآونة الأخيرة من تداول الصور الفاضحة الملتقطة بالهواتف المحمولة. وكانت أستراليا أول دولة تحظر وسائل التواصل الاجتماعي على من تقل أعمارهم عن 16 عاما، إذ منعتهم في ديسمبر من استخدام منصات التواصل الاجتماعي. ختاما سيداتي وسادتي إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. خدمات الحجر الزراعي والبيطري بتسني تضبط منتجات زراعية مهربة. جهود بناءة لمكافحة الملاريا في القاش بركة. أفراد القيادة الغربية وشرطة إقليم القاش بركة يتبرعون بالدم. أمريكا وإيران تعلنان اتفاقا لوقف الحرب فورا على كل الجبهات. صواريخنا للسلام، الصين ترد على تحذير أسترالي. لافروف مخاطبا الاتحاد الأوروبي، موسكو لا تخضع للغة التهديد. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.